لما تيجي تبص للحياة هتلاقي إن كلنا بنبيع وبنشتري وبنستثمر بشكل غير مباشر. يعني باباك ومامتك بيشتروا انتمائك وحبك ودعمك ليهم في المستقبل مقابل فلوس كتير وحماية وتعليم وتربية وقصص كتير، وانت بتبيع لأصحابك وقتك وجدعنتك مقابل حاجات بالمثل، وانك بتدي وقتك ودعمك وتشجيعك مثلا للاعبي المنتخب، منتخب مصر. تخيل احنا عملنا كام لعيب مليونير. ما علينا. وفي المقابل منتخب مصر مؤخرا باعلك ضحك. ومن اشهر عمليات البيع الناجحة اللي بتحصل ان باعلك مشاعر مميزة، وانت هتشتري من غير ما تفكر. افتكر كده اي علاقة توكسيك دخلتها، ايه المشاعر اللي اتبعت لك في الاول؟ حتى البراندات الكبيرة، مرسيدس عمرها ما بعت لك عربية ومحرك واداء، بتبيع لك مشاعر عظمة وفخامة. اشرب كوكاكولا تفرح، صح ولا ايه؟ ثانية واحدة، افتكرت آية قرآنية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. بعد الكلام ده لازم تعرف إن مشاعرك ووقتك وصحتك عملة ليها سعر كبير. وعلى رأي عم يزيد المصري لما قال: نبيع إيه ونشتري إيه. سلام.